بيسيل هيدروستيم بالبخار. طبعا ده زرار الاون والاوف، بتشتغل من هنا، وده بنغير النمط. هي بتشتغل 3 انماط: بخار فقط، بخار وميه ومسحوق، او ميه ومسحوق من غير بخار. هنا طبعا بنشغل من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا حبايب جروب ام حمزة للتسويق، اهلا ومرحبا بكم في جروبنا ام حمزة للتسويق. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في قناتنا على اليوتيوب ام حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك ام حمزة للتسويق. اغلى واقوى واعلى مكنسة لغسيل السجاد في السوق، المكنسة البيسيل من شركة بيسيل. طبعا بيسيل شركة امريكي بتصنع كل منتجاتها زيها زي الهوفر، زي الكينوود، زي الفيليبس. كل منتجاتها في الصين بالجودة والمواصفات الأوروبية والمواصفات الخليجية. المكنسة دي يا جماعة دي لغسيل السجاد والأرضيات، وطبعا غسيل الكنب والمفروشات بقوة. بتشتغل بطريقتين: بالتنظيف بقوة البخار، والتنظيف زي المكانس بقى العادية بالمية والمسحوق. وهي الميزة ان انت بتنوع ما بين الانماط زي ما انا وريتكم في الفيديو كده. اقدر استخدم بخار فقط، اقدر استخدم مية ومسحوق فقط، اقدر استخدم المية والمسحوق والبخار مع بعض، ومميزة بعدة وظائف هنوريها لكم في الريفيو. طيب المكنسة زي ما قلنا لكم اسمها ريفولوشن بيسيل هيدروستيم. الاول انا عايز المح، لان طلعت كده اشاعات كتيرة والناس كتيرة بقوا يسألوني على رقم الموديل، وناس بتقول لي ان هم سألوا الوكيل اصل في مش عارف منها اصدار ايه. اللي انا اعرفه يا جماعة ان هو اصدار واحد، اللي هو عشان ناس كتيرة كانوا بيسألوني على رقم الاصدار 3672 ايه. معرفش باين في الفيديو ولا لا، خليني احاول اوضحه تاني اهو. اللي هو في القطعة السوداء دي، ده رقم الاصدار بتاعها يا جماعة 3672 ايه. وطبعا دي علامة الجودة الاماراتية. عشان تدخل الخليج، اي منتج يخش الخليج يا جماعة لازم ياخد الموافقة من وزارة التجارة بعلامة الجودة الاماراتية. فده اعلى اصدار يا جماعة موجود في السوق، البيسيل الهيدروستيم. وخلينا بقى نعلق على ال 3672 اللي هو رقم الموديل، لان ناس كتيرة بيسألوني على الرقم الموديل ده. طيب فكرة عمل المكانس بمنتهى البساطة: تانك بنحط فيه مية ومية ومسحوق، وتانك تاني بنحط فيه بيتجمع المية القذرة. بتشتغل ازاي المكنسة؟ نضخ المكنسة، بتضخ المية والمسحوق، الفرش تدعك السجادة، وطبعا هيطلع اوساخ بقى وطين، ترجع برضو من خلال القطعة دي اللي هي الشفافة دي تشفط المية القذرة وبتخش في التانك ده بمنتهى البساطة. فهي دي فكرة عمل مكانس غسيل السجاد عموما. ايه بقى اللي طوروه في المكنسة دي؟ على فكرة دي احدث حاجة موجودة في السوق يا جماعة. ايه اللي طوروه؟ زودوا خاصية، عشان كده سموها هيدروستيم، زودوا خاصية البخار. فبقت المكنسة دي تضخ مية ومسحوق وكمان تطلع البخار. البخار بيعمل ايه يا جماعة؟ لو في بقعة مش عايزة تطلع من دعك الفرش مهما دعكته والمية باردة، البقعة ما بتطلعش. فالبخار بيساعد بقى لو في دهون لازقة، لو في حاجة قافشة، البخار على طول اوتوماتيك يطلعها. وطبعا انت تقدر تتحكم في النمط. يعني انت مثلا الاول ممكن تقف على البقعة وتشغل عليها بخار فقط من غير ما تشغل المكنسة. بعد كده عرفت تطلع اللي فيها، ما عرفتش تبدأ تضخ مية ومسحوق وبخار. اهو الثلاث انماط بتوعها دول. هنا بصوا في 3 انماط، خلينا اشغلها. ده نمط، ده كده بخار بس يا جماعة. بصوا كده المفروض هي بتضخ بخار بس. ده كده بخار ومية، ده كده مية باردة. 3 انماط زي ما وريتكم كده: مية وبخار، بخار فقط، او مية وبخار، مية ومسحوق وبخار، او مية باردة فقط، عشان تساعدك انها تطلع البقع بمنتهى السهولة. طبعا بيجي معاها خرطوم عشان تنظيف الكنب والسجاد. هنا بنركب الخرطوم هنا، ونبدأ نستخدم الفرش اللي بتيجي معاه. هي بتيجي معاها الفرشة العريضة دي للكنب والكراسي، او الفرشة الرفيعة دي عشان الاماكن الضيقة. وطبعا نفس الفكرة، بندعك بالفرشة كده البقعة اللي في الكنبة، وابدأ اشفط من خلال القطعة الشفافة دي، اشفط بالشكل ده
الميه القذره. طبعا بيجي معاها عبوتين مسحوق، كل واحده 236 مللي. ميزتها بقى يا جماعه ايه؟ ان هم مسهلين كل حاجه فيها. اول حاجه الفرش دي ليها قاعده، شايفين القاعده دي؟ وهنا بنحط ميه عشان الفرش بتغسل نفسها بنفسها، فانت بمنتهى السلاسه توقف المكنسه بعد ما تخلص تقعدها في القاعده بتاعتها دي. هنا بتملى ميه، هنا بيقول لك حط ميه، زي فكره الكروس ويف او المكانس اللاسلكيه. دي ميزه البيسيل، انها بتجمع كل المميزات اللي في مكانسها في احدث اصدار ليها. فهنا اول ميزه انها بصوا عاملين لها قاعده كده تقف عليها، والمكنسه تبدا تغسل نفسها بنفسها. هي تفضل في قاعده في القاعده كده، وانت تحط الميه وهي تغسل نفسها وترجع تشفط الميه دي للتانك بتاعها. وطبعا قصه موضوع البخار، طبعا دي ميزه مش موجوده في اي مكنسه من مكانس غسيل السجاد. كمان طبعا زودوا قوه الموتور زي ما انتم شايفين اهو، ادي الواط بتاعه من 1300 ل 1500 حسب النمط. هتشغلها مع البخار توصل 1500 واط. خلينا اوريكم كده، معرفش باين الواط ولا لا اهو. هنا اهو من 1300 ل 1500 واط. طبعا الهرتز 50-60 عشان تشتغل في مصر. مكنسه جميله ومريحه. وطبعا هنا بصوا انتوا بتضخوا من خلال المفتاح اللي موجود في اليد الميه والمسحوق. ده كده كان ريفيو سريع على افضل واقوى مكنسه موجوده في السوق. طبعا كل المكانس الواط او قوه الواط بتاعها اقصى حاجه الهوفر 1200 واط، دي من 1300 ل 1500 واط البيسيل هيدرو ستيم. وطبعا كمان الفرش دي طبعا وهي شغاله بيلف عليها فتل، بيلف عليها حاجه، فهم سهلوا عليك. يا دوب بتدوس كده وتدوس كده بالايدين الاتنين اهو. شوفوا القطعه دي اصبح الفرش سهله. انا طبعا مش عارف اطلعها عشان هي قاعده في القاعده بتاعتها. اي فتل بقى، اي حاجه حوالين الفرش بتاعتها تقدروا تنظفوها بمنتهى السلاسه، وترجع يا دوب تركبها كده ركبت. مكنسه بيسيل هيدرو ستيم اعلى مكنسه موجوده في السوق من ناحيه القوه، من ناحيه التكنولوجيا، من ناحيه الجوده. بيسيل هيدرو ستيم تنظيف بالبخار 1300 من 1300 نقول 1500 واط الحد الاقصى بتاعها. الاصدار رقمه 3672 ايه كام 3267 اي تقريبا 3672 الاصدار، انا اسف 3672 اي. وده طبعا التانك. ناس كتيره بيشتروها وما باعوش عارفين يفكوا الايد دي برضو. خلينا اللي عايز يفك الايد، بصوا هنا في فتحه، شايفين القطعه دي هنا جواها فتحه، يا دوب بنحط مفك كده بنطلع في زي لوك جوه، بندوس عليه عشان نطلع الايد، لان ناس كتير كانوا بعتوا لنا بيسالونا مش عارفين يفكوها ازاي. ده كده كان ريفيو سريع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.